طبعا الاعلام الجميل بتاعنا لازم يسيب فضيحه بزيره وفضيحه عبد الله السعيد والجفالي والناس اللي ما جاتش والناس اللي عايزه فلوس والكلام ده كله في الزمالك، ويدور على امام عاشور في الاهلي. طب امام عاشور كان موجود في معسكر اسبانيا، امام عاشور موجود في النادي الاهلي، ما هربش، ما اتمرطش، واخد فلوسه كامله، عقده لسه فاضل فيه سنتين. يعني حتى لو الاهلي ما رضيش يسيبه او خلاه وقعد احتياطي حتى، فهو ليه عقد موجود كمان سنتين في الاهلي. الدور الباقي على اللي سابهم ومشي، يعني بزيرة سابهم اصلا عاشور ومشي. لسه عايز اسمع ده. يمشي ولا الامور اتحلت؟ امام عاشور مش عارف هو عايز ايه، مش عارف هو عايز ايه. بس النادي الاهلي عارف هو عايز ايه من امام. عظيم. امام عاشور قدامه 3 سبل الاهلي حاططهم له. 3 خيارات. 3 خيارات. ما لهمش رابع. ما لهمش رابع، او ممكن رابع يبقى مفاجاه بس هنتكلم فيه. ماشي. امام عاشور قدامه اما التجديد او التوضيح، او ربما في طرح، وبأكد ان هو طرح، وهو التجميد. قول تاني كده. تجديد. ايوه. توضيح. ايوه. تجميد. طبعا ده طرح من كيسك كده، يعني من عندك جملة الهبد. تجميد ازاي يعني هل هيخليه سنتين ما يلعبوش كرة ما استفادش منه؟ طب على الاقل ينزلوا الناشئين كملوا هبد. تجديد مفهومه. بس لا برضه مش مفهومه. ليه؟ تجديد انت اللي هتجيلي تقول لي انا عايز اجدد، انا مش هاجي اقول لك تاني تعالى جدد. يعني الاهلي عرضه خلاص نهائي، فانت تيجي تقول لي يلا انا جاهز اجدد فتجدد. ده التجديد. ماشي. التوضيح هي دي بقى اللي انا واقف عندها. يعني ايه توضيح؟ في المعسكر وقت ما حصل او الاهلي رد على نادي كونيا سبور، بعدها توالت التصريحات من وكيل امام عاشور ادم وطن. في الوقت ده كابتن وائل جمعه اتكلم مع امام عاشور وطلب منه، قال له يا ابني هو احنا مش اتكلمنا مع بعض؟ وكابتن سيد عبد الحفيظ في الجلسه قال لك انت عايز تجدد ولا لا؟ وسالناك مين هو وكيلك، فانت قلت ابويا والراجل اللي صديقي اللي قاعد معايا محمد كفته. فرد عليه قال له قال له امال ايه اللي بيقوله ادم وطني ده؟ قال له انا ماليش دعوه، واحد وبيتكلم. مفهوم. قال له طب خلاص نزل توضيح. قال له لا انا مش هرد عليه. واحد ما انا مش هرد عليه، ماليش علاقه بيه. قال له انا بقول لك نزل توضيح. امام بالليل راح منزل الصوره الى ما لا نهايه لانفينيتي والكلام الجميل ده بالنسبه للاهلي رد مايع. كابتن وائل جمعه اجتمع بكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح وعمل هاند اوفر او سلموا المعسكر بالكامل. فاتخذوا القرارات اللي انا بقول لك عليها دي. اما التجديد او التوضيح، وفيهم واحد من الاثنين شايف ان التوضيح فات اوانه كمان. يعني دلوقتي امام لو نزل ان ادم وطني ملهوش علاقه بيا، ربما ما يتمش الاستجابه من الاهلي. طيب اذا فانت بتقول لي يا اما التمديد او التجديد يا اما التجميد. طبعا السؤال في التجميد طرح ماشي. باكد ان هو طرح. ما انا عايز اسال سؤال، لان هو هيتعمل بطريقه برضه بتاكد ان هو طرح. طب الطرح ده جبته منين؟ يعني المذيع الذكي اللي قدامنا ده ما يسالوش مثلا جبته منين؟ يعني عضو مجلس اداره قاله لك، ولا انت بتالف، ولا انت بتهبد، ولا ايه بالظبط؟ ما انا ما اسمع مني السؤال الاول. تمام. اجمد ليه لاعب عندي فاضل له موسمين في عقده؟ لا ما انا مش عايز. انا خسران. لا انا خسران بالدوشه، انا بكلمك بلسان المسؤولين في الكوره بالنادي الاهلي. انا خسران من ان انا شايف لاعب. بالمناسبه امام عاشور دايما بيجيد في الاوقات اللي محطوط عليه ضغوط، سواء من جماهير المنافسين او سواء حواليه دوشه. طب هو هيجدد او لا؟ هتلاقي امام افضل فترات مسيرته في التوقيتات دي. الاهلي مش عايز دوشه. تمام. الاهلي عايز يقفل على الفرقه. في الاول لما قلت لك 3 ما لهمش رابع، قلت لي في رابع ممكن يبقى مفاجاه، خيار رابع ممكن يبقى مفاجاه. ايه الخيار الرابع اللي ممكن يبقى مفاجاه؟ ان احنا ممكن الخميس الجاي لو ربنا ادانا عمر هنا ايوه نقول ان امام عاشور لاعبا في اتحاد جده، في حال ان اتحاد جده خلال 48 ساعه قدم عودته. سؤال معلش انا وراك. الاهلي نزل بيان عام ان انا مش هبيع اي لاعب او مش هسمع عروض لاي لاعب، وبيان لامام عاشور تحديدا، امام عاشور بالبونت العريض مش للبيع، ليس للبيع. ويبيعوا ازاي؟ بعد البيان ده انا طلبت من امام عاشور بعض الطلبات لم يستجب ليها. ماشي. امام بيطلع نفسه من منظومه الاهلي بنفسه بافعاله. اذا امام عاشور لو جاله عرض من اتحاد جده، تحديدا اتحاد جده تخطى 6 مليون دولار، انا مش بقول لك 7 ولا 8 دلوقتي، هم المسؤولين بيقولوا 7 و8،
بس لما المسؤول يقول لك 7 و8 انزل مليون او اقل قليلا دايما كده. تمام. لو جاله 6 مليون فما اكثر من اتحاد جده تمام. انما بالنسبه لهم على فكره عرض كونيا سبورت بخلاف موضوع ال 4.5 مليون على 3 دفعات والكلام ده الكلام الجميل ده، في حاجه في اخر العرض، اخر عرضين هو قدم 3 عروض، اخر عرضين ان العرض اكسبايرد خلال 24 ساعه. ده بالنسبه لهم اضحوكه. بالنسبه لمسؤولين النادي الاهلي بيتحط في الدرج تاني. انا اخد قرار مصيري زي ده او ارد عليك خلال 24 ساعه؟ لا انا مش ملزم. المهله بتاعت 24 ساعه دي انت يعني معلش يعني انت بتضغط عليا بتاع ايه؟ بس ما هو اللاعب بتاعي وفاضل له موسمين ولاعب مهم وانا مش عايز ابيعه اصلا. لا هو بالنسبه لهم ده عرض مشموم. بخلاف بقى تاريخ نادي كونيا سبورت في القضايا بتاعته والفلوس اللي عليه. بخلاف ان نادي كونيا سبورت اكتر لاعب جابه غالي او رقم في تاريخه كنادي ب 3 مليون دولار. فهو بالنسبه لهم العرض اصلا مش هيتم مناقشته. لذلك انا قلت لك اتحاد جده امام اخيرا قدامه التجديد او التوضيح او التجميد. والتجميد واخر حاجه انه يتباع. اخر حاجه ان هو يتباع بالرقم اللي انا قلت لك عليه. تمام.